النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أبشع القضايا اللي هزت مصر كلها. قضية خيانة وزنا محارم وأكل حصلت في قرية أبو مناع بمحافظة قنا، وكل تفاصيلها صعبة أي عقل يستوعبها. القصة بطلها شاب اسمه عنتر، شاب عادي جدا من عيلة بسيطة. أبوه راجل محترم معروف بين الناس بأمانته وجديته، بيشتغل في الفلاحة علشان يوفر لقمة العيش، وأمه ست محترمة طيبة وبتربي ولادها على الأصول والاحترام. عنتر كان شاب أول بنية، الكل في القرية عارف إنه ابن ناس ومتربي، بيشتغل مع أبوه في الغيط الصبح، وبالليل يمسك أي شغلانة تطلع له علشان يجمع قرش على قرش. حلمه كان بسيط، يجيب شقة صغيرة، يتجوز البنت اللي قلبه يختارها ويعيش معاها حياة هادية. وبالفعل لما حس انه جمع مبلغ كويس راح يخطب بنت حلال من عيلة كويسة اسمها نادية، بنت طيبة. ابوها مغترب في الخليج بقاله سنين بيكافح علشان يصرف على عياله، وامها ست مدبرة شايلة البيت كله على كتفها. نادية كانت بتحلم باليوم اللي تلبس فيه فستان أبيض وتتجوز راجل صالح يحبها ويصونها. ولما دخل عنتر حياتها شافته هو الحلم اللي بيتحقق، خصوصا إنه كان معروف في البلد بالجدعنة والشغل. اتخطبوا والفرحة غمرت البيت. الخطوبة في الأول كانت جميلة، عنتر بيزورهم ويتكلم مع خطيبته عن المستقبل، والأم حماته المستقبلية كانت تستقبله بالترحاب. لكن تحت المظاهر دي كلها كان في حاجة تانية بتتكون. الأم اللي جوزها طول الوقت مسافر والوحدة واكلاها ابتدت تبص لعنتر مش على إنه خطيب بنتها، لا، شافته راجل موجود قدامها بيعوضها عن غياب جوزها. الشيطان لعب بعقلها وبدأت تحس بمشاعر غلط، وبدأت خطوة ورا خطوة، كلام معسول، طلبات مساعدة، قعدة طويلة بعد ما بنتها تدخل تنام. وعنتر اللي أول مرة يلاقي اهتمام من ست ناضجة وقع في الفخ وبدأ يشوفها بعين مختلفة. شوية شوية بقى يتهرب من خطيبته نادية ويبص على أمها أكتر، ونادية بدأت تلاحظ التغيير وشكت إنه في واحدة في حياته، بس عمرها ما خطر في بالها إن دي تبقى أمها. في لحظة ضعف عنتر والأم سميرة وقعوا في الخطيئة. العلاقة استمرت بالسر لمدة 8 شهور، مش نزوة وخلاص، لا، دي بقت عادة ثابتة بينهم. بيستغلوا غياب العيال وغياب الأب المتغرب ويعملوا اللي يعملوه في بيت المفروض يصونوا شرفه. وبمرور الوقت العلاقة بقت أخطر، بقوا يتكلموا إزاي يخلوا الوضع ده دايم. طب إيه اللي منعهم؟ في عائقين: جوزها اللي ممكن يرجع في أي لحظة، وبنتها نادية خطيبة عنتر. الحب الحرام بدأ يتحول لمخطط شيطاني. سميرة نسيت جوزها اللي قضى عمره في الغربة علشان يعيشها مستورة، ونسيت أمانة بنتها اللي سلمتها ليها، وفضلت ماشية ورا شهواتها. وعنتر هو كمان نسي تربيته وأصوله، خان خطيبته وخان الراجل اللي كان واثق فيه. لكن اللي زيهم عمره ما بيكمل. الجيران لاحظوا زيارات عنتر المريبة. واحد من الجيران قرر يكلم الأب المتغرب ويبلغه. الخبر نزل عليه زي الصعقة، تعب السنين ضاع والكرامة اتداس عليها. الأب رجع مصر فورا، وجه بنته نادية، لقاها بتقول له عنتر اتغير وانا حاسة انه بيبعد عني. واجه مراته وما استحملتش الضغط واعترفت بكل حاجة، وقالت ان عنتر هو اللي غصبها في الاول وبعدين هددها. الأب اتجنن، حس ان شرفه انداس، قرر يغسل عاره بايده ومعاه ابنه. في ليلة الاحتفال برأس السنة 2009 وقت ما الناس كلها كانت مشغولة، الأب اتصل بعنتر وقال له تعالى نكمل كلام عن التجهيزات. عنتر راح من غير ما يعرف
إنه ماشي برجليه للموت. الأخ خد عنتر وقال له تعال نعمل مشوار. خدوه على أرض زراعية بعيدة، وهناك لقى سميرة واقفة ومعاها سكين. فهم إنها النهاية. الأب وابنه هجموا عليه، طعنوه طعنات وحشية، 27 طعنة كاملة، وحرصوا يشوهوا وشه علشان محدش يتعرف عليه، وبعدها رموه وسط الزراعات. تاني يوم الصبح أهل البلد لقيوا الجثة، بلغوا الشرطة. الجثة مشوهة والوش متدمر، مفيش أي دليل يدل مين هو. الشرطة وقفت في حيرة. بعد 13 ساعة من البحث لقيوا فردة شبشب جديدة مقاس 47 قريبة من مكان الجثة. لفوا بيها على المحلات لحد ما واحد صاحب محل قال دي اللي اشتراها مني شاب اسمه عنتر. كده الخيط اتفتح. راحوا بيت عنتر، وهناك عملوا تحليل DNA وتأكدوا ان الجثة دي بتاعته. لما واجهوا الأسرة الأب حاول ينكر، لكن لما الشرطة جابت شهادة الجيران اللي بلغوه انهار واعترف بكل حاجة. القضية وصلت للمحكمة. الاتهام قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والحكم الإعدام شنقا للأب والابن. وهنا اتقفلت صفحة واحدة من أبشع قصص الخيانة. خيانة دفعت ثمنها عيلة كاملة، والأب المفروض يحافظ على شرفه وبيته بقى قاتل مستني حبل المشنقة. حبيت أشارك القصة دي معاكم، وأتمنى تكون وصلت الرسالة والعبرة اللي وراها. لو عجبتك القصة دوس لايك واعمل تعليق وقول لي رأيك علشان أعرف قد إيه أنت معايا ومستمتع بكل كلمة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لأن لسه عندنا كتير حكايات هتزعل وتندهش وتخليك مستني كل فيديو جديد. أنا مبسوط إنكم مكملين معايا لغاية دلوقتي، وأوعدكم دايما بالقصص اللي تمس قلبك وتخلي عندك درس تتعلمه. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.